انت قدامك شهوات، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. اصحى الفجر، اطلب علم، احفظ قرآن، صلي، صوم، صدقة، تكليفات. الإنسان بطبيعته بيكره التكليف، لكن مقابل كده تنفيذ الأوامر ديت فيه سعادة في الدنيا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكما قال بعض السلف إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وقال آخر إنه لتمر على القلب أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة والله لهم في عيش طيب. وقال آخر إنه لتمر علي أوقات يرقص قلبي فيها فرحا. ده حال أهل الإيمان رغم التكليفات. وحفت النار بالشهوات. انت بقى تقييمك بقى، شوف انتوا قلت لكم الثانوية والكلية والكلام ده، تقييمك عند ربنا بقدر مقاومتك. عارفين الكلمة المشهورة بتاعت مصطفى محمود الله يرحمه؟ قال ايه؟ نتحمل ما نكره، تمام، ونترك ايه؟ ونقاوم ما نحب. بس هي دي فعلا خلاصة الحياة. نتحمل ما نكره، كتب عليكم القتال. اي تكليف النفس بتكره، اي تكليف ما بحبش، ما تكلفنيش بحاجه، حتى لو المهم طالما في تكليف في مشقه، تكليف هو اسمه تكليف. نتحمل ما نكره ونقاوم ما نحب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، لكن من رحمه رب العالمين ان كل ما تحبه له منفذ حلال، عشان التكليف ما بقاش صعب قوي. ما قالكش نساء وما فيش مدخل للنساء ابدا، تخيل صعب قوي. لا، في جواز. ما فيش مدخل للمال ابدا، لازم تعيش فقير. لا، في شغل حلال. ما فيش يعني لا، مش معقول كده، صعب. بس هو بس انك تقاوم ضرر الشهوه مش عين الشهوه، والا الشهوه تفضل موجوده، والا هنعيش ازاي من غير الشهوات؟ بس هي تضرك ان انت تقدر تقاوم الاباحيه، ان تقدر تقاوم العاده السريه، انك تقدر تقاوم النظر للنساء المحرمه عليك، ان انت تقدر تقاوم العلاقات المحرمه، الصحوبيه، خروجات، الكلام ده. تقدر تقاوم انك تبيع حرام او تشتغل شغلانه تعين على حرام او هي نفسها حرام. تقاوم ده، في نفس الوقت تتحمل قيام الليل، طلب العلم، حفظ القرآن، صلاة الفجر، غض البصر، تمام، كف اللسان، تحمل الأذى، الصبر على الدعوة. بس ده انت هنا بتاخد درجاتك بقى عند الله سبحانه وتعالى، وبتحدد الدور اللي انت فيه في عمارة الإسلام. انت في أنهي دور؟ وكل خبطة في أي حاجة من دول تنزلك أدوار. مجرد التردد يأثر فيك. عارفين في غزوة مؤتة كان في 3 قادة، زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، وإن قتل ايه؟ عبد الله بن رواحة. زيد بن حارثة دخل فارس ومات، جعفر دخل فارس ومات، عبد الله بن رواحة أخذ الراية فتردد. طبعا شايف 2 قدامه اتقتلوا، طبيعي تردد، بعد كده حمس نفسه ودخل ومات. بس خلصت كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رأيت الثلاثة في الجنة، ولكن رأيتهم على أسرة، سراير في الجنة، ولكن رأيت لعبد الله بن رواحة، لسرير عبد الله بن رواحة إزورارا، يعني أقل شوية من صاحبيه، لأنه تردد. إيه؟ أنا مش بتردد، ده أنا ما صليتش الفجر أصلا بقالي كذا يوم، ده أنا مش متردد ألتزم، ده أنا مأخر قراري بقالي سنين إن أنا ألتزم. أنت بترجع في التردد، ولو التردد ده كان لحظات، ما بالك القرارات اللي مش بتحصل أصلا واللي بتتأخر بالسنين، أنت بترجع قد إيه عند رب العالمين؟ ده لو نفذت أنت رجعت خلاص، ما لو ما نفذتش هتروح فين؟ فأنت هنا في سباق كبير، سباق التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى. مش بس التطبيق، سرعة التطبيق بتفرق، مش بس التصديق، قوة التصديق بتفرق. أنا مش بكلمك في تصديق وتطبيق، ما كلنا أكيد هنصدق ونطبق، بس السرعة والقوة اللي هو الإيه؟ الكواليتي بتاعت التطبيق بقى. فاهم إزاي؟ أنا مش عايز مجرد أرقام، عايز جودة الإيه؟ جودة التسليم لرب العالمين.